شيء 30 متر ونص. 30 متر فقط. تخيلوا بير زمزم اللي يسقي العالم كله وكلنا نشرب منه، من فتحة البير إلى أقصى العمق 30 متر فقط. أو صورة لعمق بير زمزم من فتحة البير حتى آخر شيء 30 متر ونص. من فتحة البير حتى مسافة 12 متر. من هنا العيون الأساسية اللي تغطي بير زمزم. من وين تجي العيون الأساسية هذه؟ تجي عينين رئيسيين بثلاث مخارج، واحدة تجي من تحت الحجر الأسود مباشرة يصب داخل بير زمزم، يصب منها الماء الكثير. والعين الرئيسية الثانية بمخرجين من جهة الصفا وجهة جبل أبو قبيس، كلها تصب داخل بير زمزم. سبحان الله. من تحت الحجر الأسود ومن تحت جبل صفا وبئر قبيس. الحجر الأسود ومن جهة الصفا وجهة جبل أبو قبيس. جبل أبو قبيس. هذه العيون الأساسية للبئر. وفي العمق تحت بعدين شنو في تحت؟ هذا حجر سلك تحت. العيون ما تطلع من تحت، تطلع من مسافة 12 متر ما بين الأحجار. وعلى كثر كم يضخ تقريبا 8000 متر. الساعة كم؟ يضخ كم مرة ثانية؟ الثانية الواحدة ما بين 11 إلى 18 لتر. من 11 إلى 18 لتر بالثانية. وقطر البير متر ونص. يعني تقريبا في الدقيقة 8000. في الساعة كم؟ فهذه نعمة من الله على زجل المسلمين. بالدقيقة 8000 لتر. تقريبا 8000 لتر. بالدقيقة يضخ 8000 لتر بير زمزم. أكبر قطر للبير متر فاصلة 8 اللي هو عمق 18 متر، أو مترين عفوا، مترين و14 اللي هو عمق 12 متر. وبعدين هذا البير بالطريقة هذه يتوسع شوية ويضيق ويتوسع ويضيق، كله بارتفاع 30 متر. الله البركة، الله البركة، لا إله إلا الله.